بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة. النهاردة هنعمل مع بعض الكوكيز. حاجة حلوة قوي وجميلة وخفيفة برضو. معانا المقادير بتاعتها سهلة قوي، هتعمليها ما تاخدش معاكي وقت ولا مجهود. احنا معانا دلوقتي كوباية الا ربع زبدة، يعني زبدة، زيت، سمنة، اللي عندك موجود يمشي، زبدة وزيت اي حاجة، المهم المقادير تبقى مظبوطة. كوباية الا ربع زبدة، معانا كوب الا عقلة صباع بتاع ده سكر بودرة، بيضتين ورشة فانيليا طبعا، 2 كوب دقيق. دي المقادير. معلقتين الكاكاو خام، وعلى حسب ما بتحتاج العجينة. ما عندك مضرب بيض في الخلاط اللي انت عندك استخدميه بالمضرب السلك، مش بيحتاج يعني ضرب كتير ولا حاجة. اهم حاجة الزبدة او الحاجة تبيض معاكي، مش تبقى يعني تبيض معاكي. اهو معانا الدقيق، هنحط عليه معلقة ممسوحة من بيكربونات الصوديوم، معلقة ممسوحة، ما تكتريش عشان ما يفرش منك ويسيح. يبقى معلقة صغيرة ممسوحة بيكربونات الصوديوم، بنحطها على الدقيق ونقلبه. هنقعد نقلب فيه كده على حسب كل دقيق بقى وامتصاصه للمواد دي. يعني الدقيق اللي بجيبه غير اللي بتجيبيه حضرتك، فانت يعني على حسب كل دقيق. فاحنا مش هنحط الكمية كلها مرة واحدة، نحطها بشوية. اهو هنحط المعلقتين الكاكاو، كاكاو خام، مش الكاكاو العلب، كاكاو خام مر، بتجيبي من مستلزمات الحلواني. اهو بنقلبه لحد ما العجينة بتاعتنا هوريكم في الاخر تبقى معانا ملزقة وماسكة نفسها، يعني مش ما تخليهاش ناشفة معاكي، عشان الكوكيز يطلع معاكي قلبه حلو ومن بره مقرمش. اهو هنلم فيه، بنقعد نديله كده لحد ما العجينة توصل معانا بالطريقة دي، لا هي تخينة ولا هي ايه خفيفة، بتلزق في ايدك لما تخلصيها كده. هنغطيه، سيبه يرتاح شوية. ممكن تبيتيه، تعمليه في التلاجة وتسيبيه في التلاجة عادي خالص، تعمليه تاني يوم. فما فيش مشاكل، لا فيه مش هي في خميرة ولا اي حاجة يعني. معنا شوكولات شيبس، بتجيبيه برضو من مستلزمات الحلواني. بنقطع كده بالكورة ونكورها كده. طبعا هنبقى مسخنين الفرن بتاعنا على 180، هو بيقعد معاكي 13 دقيقة 14 دقيقة، ده بكبيره قوي. فانتي عينك عليه في الفرن، ما تخليهوش يطول، تظبطي التايمر او ساعتك على 13 دقيقة. تشوفيه لما يخلع كده من تحت، يستوي من تحت كده، تشوفيه بسكينة او بحاجة ترفعيه كده، استوى من تحت خلاص، عشان الشوكولاتة بيبقاش باين وشه او كده استوى ولا لا. فانت بتشوفيه من تحت بتاعه استوى خلاص، يبقى تطفي عليه وتطلعيه على طول. بنحط شوية في قلبه، يعني بيديله طعم جميل. بصي، كل ما العجينة بتقعد كل ما بتلاقيها مسكت نفسها وبقت احلى واحلى. اهو بنكوره. طبعا هنعمل الكمية كلها على نفس كده. اهم حاجة المقادير، يعني لو انت عملت بزبدة بزيت اللي متاح عندك، بس هو بالزبدة طبعا بيبقى افضل، بيدي نعومية، بيبقى دايب اكتر. لكن انتي على حسب المتاح وموجود عندك. يعني اكيد الافران والحاجات اللي بره دي ما بتعملوش بزبدة، بيعملوه اكيد بزيت باقل الخامات. بس احنا عشان في البيت احنا بن بنعمله بيتي، حاجة نظيفة. هنعمل الكمية كده كلها، نكورها ونعملها كده.
اهو. ده كوبايتين دقيق، يعني بيفرد برضو معاكي. اهو طلعناه من الفرن، قلتلك 13 قعد معايا 13 دقيقة. لما استوى كده من تحت خلاص طلعته على طول. اهو رصيناه. عايزه اقولك بكوبايه الشاي بلبن في منتهى الجمال. يا رب يعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.